لذا إذا تم بناء هذه الدكاكين هو ملك لشركة الاستعمار، كل يدفع أجرته ومن لا يريد يرحل. يشيد المساهمون للحكومة أن تساعد في إصلاح السوق وتكافئ، أما يشيع هذا فالحكومة لا تعطي شيئا. سنعطي بليون ليرة تقريبا، ونعد لجنة من رئيس الهيئة التجارية ورئاسة السوق ترسلون وكالاتكم، ونضم وكالة العلماء مع وكالة سمو أمير المؤمنين، ثم نضع لجنة برعاية نمدي عبد الرحمن. عرفتم هل يستحقها؟ ترضونه؟ هو من يتولى توزيع الأموال مكافأة للخسائر. ستعلن اللجنة غدا إن شاء الله، وستعلمون عدد الشخصيات المطلوبة من عندكم، ونؤيد خاصة رئاسة السوق بداخلها ومن أصابه الحريق في تولي هذه الشؤون. سنعلن من يضم من العلماء وأولياء الأمور من نمدي عبد الرحمن. غدا إن شاء الله يتم إعلان لجنة، وفور إعلان يسعون في توزيع هذه المكافأة، وفي أثنائها سنعمل في إصلاح مباني السوق، ثم نعطي شركة الاستعمار عقدة البناء الجديد للسوق بدون ضياع الوقت إن شاء الله. نحمد الله ونعتذر منكم على هذه الأحداث، فقد أعملنا عقلنا وأنتم أحببتم العجلة في الأمر، ومعروف أن العجلة من الشيطان.